مرحبا بكم في قصص وعبر. اليوم غادي نشاركو معكم تجربة سيهان الغامضة والمخيفة في البيت المسكون. كان في عمرها 15 سنة من اللي قررت عائلتها تنتقل لواحد البيت آخر جديد، حيث بدات رحلتها في عالم من الظواهر الخارقة والغامضة. نتمنى أن تلقى قصتنا اليوم إعجابكم. قصة البيت المسكون من قصص وعبر. بداية القصة، بدات القصة تاع سهام ملي كان في عمرها 15 عام. في واحد النهار من اللي قرروا والديها باش يتحولوا لواحد الدار جديدة، بحكم ان ديك الدار كانت قريبة للخدمة ديال باباها. كانت هذيك الدار حدا واحد الغابة كيقولوا باللي فيها بزاف ديال الحيوانات المفترسة، ولكن هذيك الغابة كانت بعيدة على ديك الدار واحد شوية. المهم صافي جمعوا حوايجهم مع ديك